إسبانيا بطلة للعالم، الأرجنتين سقطات، ميسي خرج حزين، والمغرب رجع من المونديال بأسئلة كثيرة أكثر من الأجوبة. ولكن وسط هذه الأحداث كاملة كاين سؤال مهم: واش حنا شفنا غير النهاية ديال البطولة، ولا شفنا بداية ديال مرحلة جديدة في الكرة العالمية؟ إسبانيا ربحت الأرجنتين بهدف صفر بعد الأشواط الإضافية، وفيران توريس سجل الهدف الحاسم في الدقيقة 106 باش ترجع إسبانيا للقمة العالمية للمرة الثانية في التاريخ ديالها. ولكن الحقيقة هي أن الكاس ما تربحش غير في داك الهدف، وما تربحاتش حتى في الليلة ديال النهائي بوحدها. إسبانيا ربحت المونديال من النهار اللي اختارت فيه المشروع قبل الأسماء، والهوية قبل الحسابات، والجرأة قبل الخوف. ومن جهة واحدة أخرى، المنتخب المغربي خرج من ربع النهائي أمام فرنسا، ولكن خرج كذلك بصورة منتخب قادر ينافس الكبار، ماشي منتخب جاي غير باش يدير المفاجأة ويرجع للدار. واليوم ما بين التتويج ديال إسبانيا، تألق أشرف حكيمي، ظهور أيوب بوعدي، والطموح نحو كأس إفريقيا، خاصنا نطرحو السؤال حقيقي: واش المغرب قريب فعلا يولي بطل، ولا مازال خاص يتعلم الدرس الأخير؟ أول سبب خلى إسبانيا تربح هو أنها ما بدلاتش الشخصية ديالها قدام حتى منتخب. كانت كتواجه الخصوم مختلفين، ولكن المبدأ ديالها بقى هو نفسه: الكرة خاصها تكون عندنا، ومنين نضيعوها خاصنا نرجعو بسرعة. الاستحواذ عند الإسبان ماشي تمريرة جانبية باش يضيعوا الوقت، ولكن وسيلة باش يحركوا الخصم، يخرجوه من بلاصتو، ومن بعد يضربوه في المساحات اللي خوات. في النهائي الأرجنتين حاولت تسد المنافذ وتقتل الإيقاع، ولكن إسبانيا بقات هادئة، ما دخلهاش التسرع، وما بداتش كتضرب الكرات العشوائية، بقات كتضغط وكتخلق المحاولات حتى لقات الهدف. والأهم أن المنتخب الإسباني ما كانش شابع للاعب واحد. لامين يامال مهم، رودري مهم، بيدري مهم، وفيران توريس حتى هو مهم، ولكن الماكينة ما غاديش توقف إلى غاب اسم واحد. هذه هي قوة المشروع: النجم كيزيد الفريق قوة، ولكن الفريق ما كيبقاش رهينة ديال النجم. إسبانيا سيطرت على الكرة والتسديدات وبقات صابرة حتى حسمت اللقب، بينما الأرجنتين عانات باش توصل أصلا للمرمى الإسباني. الناس كيهضروا على الاستحواذ، المهارات، لامين يامال، التمريرات القصيرة، ولكن السر الأكبر في البطولة الإسبانية كان هو الدفاع. المنتخب الإسباني سال المونديال وهو مستقبل هدف واحد فقط في 8 ديال المباريات، وهذا الرقم استثنائي بالنسبة للمنتخب بطل العالم. المثير أن إسبانيا ما كتدافعش بالتراجع الكامل والوقوف بعشرة اللاعبين قدام منطقة الجزاء، وإنما كتدافع من الأمام. المهاجم كيضغط، الوسط كيسد الخطوط، والدفاع كيتقدم باش يصغر الملعب على الخصم. بمعنى آخر، ملي كتضيع إسبانيا الكرة ما كتقولش دابا نبداو الدفاع، هي اصلا كتكون واجده تسترجعها قبل الخصم ما يفكر شنو غادي يدير بها. وهاد النقطه خاص المنتخب المغربي يركز عليها. حنا عندنا السرعه، القوه البدنيه، واللاعبين اللي يقدروا يديروا الفارق، ولكن في اللحظات الكبيره كنرجعوا احيانا بزاف للور، وكنعطيو للخصم مساحات باش يفرض علينا المباراه ديالو. إسبانيا علمت العالم أن المنتخب الكبير ما كيتسناش الهجوم باش يرد عليه، ولكن يخنق الهجمة وهي مازال ما تولدات. هنا كيبان الفرق ما بين منتخب كيتمنى يربح ومنتخب داخل عارف كيفاش غادي يربح. المغرب وصل ربع النهائي، ربح هولندا بضربات الترجيح، تجاوز كندا بثلاثية، ومن بعد توقف قدام فرنسا بهدف لصفر. الإقصاء كان مؤلم، خصوصا أن الجمهور المغربي كان مؤمن بأن المنتخب يقدر يمشي أبعد. ولكن خاصنا ما نشوفوش البطولة غير بعين النتيجة الأخيرة. المغرب أكد أن مونديال 2022 ما كانش صدفة، وأن الكرة المغربية ولات كتقدر ترجع للمراحل متقدمة في البطولات المتتالية. المشكل هو أن النجاح كيرفع السقف. قبل سنوات التأهل من المجموعات كان إنجاز، اليوم ربع النهائي كيخلي الناس زعفانين، وهذا الشيء في حد ذاته دليل على أن العقلية تبدلات. ولكن باش ننتقلوا من منتخب محترم إلى منتخب بطل، خاصنا نكونوا أكثر جرأة قدام الكبار. ضد فرنسا المغرب كان منظم وعنده أسماء قوية، ولكن ما قدرش يفرض الضغط الهجومي المستمر
واللي يحول امتلاك الكرة إلى خطورة كافية. الدرس الإسباني هنا واضح: الاحترام واجب ولكن الخوف ممنوع. الخصم الكبير ما كيتقصاش غير بالصبر والانتظار خطأ منه، خاصك تخليه هو يخاف من الطريقة ديالك ومن الجودة اللي عندك. المغرب عنده أسلحة ولكن خاصو يثيق فيها أكثر. إن كنهضروا على المغرب ما يمكنش ندوزو بلا أشرف حكيمي. اللاعب ما بقاش غير ظهير سريع كيطلع في الرواق وكيضرب العرضيات. حكيمي اليوم هو قائد صانع اللعب من جهة، سلاح في التحولات، ولاعب يقدر يغير اتجاه المباراة بحركة واحدة. في المونديال إحصائيات المنتخب المغربي وضعته كأكثر لاعب مغربي إرسالا للعرضيات، ولكن القيمة ديالو كتجاوز الأرقام. ملي حكيمي كيتقدم كيجبر الجناح والظهير ديال الخصم يرجع ويخلق مساحات للزملاء ديالو في الوسط والهجوم. ملي المغرب كيدافع السرعة ديالو كتسمح ليه باش يصحح الأخطاء الكثيرة ويوقف المرتدات. واش هو أفضل ظهير في العالم؟ المنافسة موجودة واللقب الأفضل دائما فيه نقاش، ولكن من ناحية الاستمرارية، التأثير الهجومي، الشخصية والخبرة الدولية، حكيمي بلا شك داخل الصف الأول عالميا. بل ممكن نقولوا أن المغرب عنده لاعب في مركزه يقدر يلعب أساسي في أي منتخب كبير. لكن المشكل أن المنتخب ما خصوش يبقى معتمد عليه بوحده لخلق الفارق. أفضل طريقة نستفدوا بها من حكيمي هو نبنيو منظومة تخليه يهاجم بحرية، بلا ما نخليوه كل مرة يكون ظاهر جناح وصانع لعب في آن واحد. الفروق الكبيرة ما كتطلبش من أحسن لاعب عندها يحل جميع المشاكل، بل كتخلق ليه ظروف باش يعطي أحسن نسخة من راسه. مع المنتخب المغربي كيبان أحيانا أن الجميع كينتظر حكيمي يطلع يتجاوز اللاعب، يصنع العرضيات ومن بعد يرجع بسرعة باش يدافع، وهذا حمل كبير حتى على لاعب من طراز عالمي. باش يكون حكيمي أخطر خص الجناح اللي قدامه يفهم التحركات ديالو، ولاعب وسط كيغطي المساحة اللي كيخليها، ومهاجم كيتحرك في التوقيت المناسب داخل منطقة الجزاء. إسبانيا مثلا ما كتخلقش التفوق بالمهارات لاعب واحد، ولكن بتحركات 3 لاعبين أو 4 لاعبين حول الكرة. اللاعب اللي عنده الكرة كيكون قدامه أكثر من حل، وهادشي اللي كيخلي الخصم محتار. المغرب خاصو يمشي في نفس الاتجاه، ماشي نقلدو إسبانيا حرفيا، لأن عندنا خصائص مختلفة، ولكن ناخدو المبدأ. الجماعة هي اللي كتطلق القدرات ديال الفرد. حكيمي يقدر يكون أفضل ظهير في العالم، ولكن القيمة الحقيقية لهذا اللاعب غادي تبان ملي تحول التأثير ديالو إلى ألقاب مع المنتخب. والتحدي الكبير دابا ما بقاش اعتراف عالمي بحكيمي، العالم كامل عارفه. التحدي هو كيفاش المغرب يستعمل أحسن لاعب عنده باش يبني فريق متكامل، ماشي باش يغطي على النواقص ديالو. من بعد اللي دار المغرب في مونديال 2022 2026 ما بقاش منطقي ندخلوا لكأس افريقيا بهدف نديروا مسار محترم. المنتخب المغربي خاصو يدخل باش يربح اللقب، لان الجوده موجوده، الخبره موجوده، والبنيه التحتيه والمشروع الرياضي كيتطور. ولكن كأس افريقيا عندها منطق مختلف على كأس العالم. في المونديال المغرب كيكون احيانا اقل ضغط وكيواجه منتخبات كتحاول تهاجمه، وبالتالي كتظهر المساحات اللي كينجح فيها. في كأس افريقيا غادي تلقى منتخبات كتسد عليك، كتضيع الوقت، كتخليه يستحوذ وكتطلب منه هو اللي يصنع الحلول. هنا غادي يكون امتحان حقيقي: واش المغرب يقدر يفك الدفاع متكتل؟ واش يقدر يرجع في المباريات الى استقبل هدف؟ واش عنده حلول من الدكة؟ واش غادي يتحمل الضغط ديال الجمهور؟ ما غاديش يقبل غير الكاس. الجاهزية ماشي غير في الاسماء اللي تلعب في باري، مدريد، انجليز، ايطاليا. الجاهزية هي أنك تدخل كل مباراة بنفس التركيز، وما تحتقر حتى شي خصم، وتعرف كيفاش تربح حتى في النهار اللي ما تكونش فيه مزيان. المغرب قادر يتوج، ولكن القدرة بوحدها ما كتضمن والو. خاص العقلية ديال البطل وإدارة ذكية لكل لحظة في البطولة. وسط النقاش على الحاضر كاين اسم كيمثل المستقبل: أيوب بوعدي. لاعب وسط شاب، ولكن الهدوء ديالو في الكرة والطريقة اللي كيقرا بها اللعب
كيعطيك الإحساس بأنه عنده سنوات طويلة في المستوى العالي. في المونديال بوعدي كان من أبرز لاعبي المنتخب المغربي في تحريك الكرة، وسجل أعلى عدد من التمريرات في ضمن الإحصائيات المنتخب المنشورة من الفيفا. القيمة ديالو ماشي في المراوغات والاستعراض، ولكن في القرارات ديالو. كيعرف امتى يلعب بسرعة، امتى يهدأ الإيقاع، وفين يتمركز باش يعطي الحل للزميل ديالو. تقارير قوية ربطاته بمانشستر سيتي وبالقيمة اللي توصل ل 100 مليون يورو، وهذا الاهتمام ما جاش من فراغ. الأندية الكبيرة كتقلب على لاعب وسط اللي يقدر يلعب تحت الضغط وما يضيعش الكرة بسهولة، ولكن خاصنا نكونوا حذرين. الثمن الكبير والعناوين الضخمة يقدروا يصنعوا ضغط كبير على اللاعب اللي مازال في البداية ديال الطريق ديالو. بوعدي ما خاصوش يتقدم على أنه منقذ جديد أو خليفة فلان، خاصو الوقت، الاستمرارية، ومدرب يعطيه المسؤولية بالتدريج. عندنا موهبة كبيرة، ولكن الموهبة كتحتاج بيئة تحميها قبل ما تطلب منها تحمل المنتخب كامل. لسنوات المنتخب المغربي كان عنده مدافعين كبار، أظهرة سريعة، أجنحة مهارية، ولكن النقاش كان دائما على وسط الميدان. شكون غادي يخرج الكرة تحت الضغط، شكون يربط الدفاع بالهجوم، وشكون يقدر يتحكم في الإيقاع ديال المباراة بلا تسرع. أيوب بوعدي عنده مواصفات تخليه يجاوب على جزء كبير من هذه الأسئلة، ماشي لأنه غادي يدير 10 ديال الأهداف في الموسم، ولكن لأنه الوجود لاعب ذكي في الوسط كيخلي الفريق كامل يلعب أحسن. بوعدي يقدر يسمح لحكيمي يطلع وهو مطمئن، يقدر يوصل الكرة للمهاجمين بسرعة، ويقدر يكسر الضغط بتمريرة وحدة. إسبانيا ما بناتش النجاح ديالها غير على المهاجمين، ولكن على لاعبين الوسط اللي كيتحكموا في الوقت والمساحة. المغرب خاصو يبني حول بوعدي، ماشي يضغط عليه، يخليه يتعلم من اللاعبين المجربين ويعطيه دقائق في المباريات الكبيرة، ويقبل أنه غادي يخطأ. لأن المشكل عندنا هو أننا كنطالبوا من شباب يكونوا أساطير من المباريات الأولى، ومنين يغلط كنقلبوا عليه. بوعدي يقدر يكون نجم المنتخب المغربي القادم، ولكن الأهم أنه يكون بداية لجيل جديد كيلعب الكرة بثقة وما كيتخلصش منها غير حيت الخصم ضغط عليه. الخلاصة من هذا المونديال ماشي فقط أن إسبانيا ربحت وأن الأرجنتين خسرت، الخلاصة أن الألقاب كتربحها المنتخبات اللي عندها فكرة واضحة، وكتصبر على المشروع، وكتعرف كيفاش تجمع ما بين النجوم والمنظومة. المغرب عنده أشرف حكيمي، واحد من أفضل الأظهرة في العالم، وعنده أيوب بوعدي، واحد من أكبر المواهب الصاعدة، وعنده جيل كامل ولا كيلعب في المستويات العالية. لكن هاد الأسماء خاصها تحول إلى فريق قادر يفرض الشخصية ديالو في المباريات الكبيرة. ما بقيناش محتاجين نثبتوا للعالم أن المغرب عنده الكرة، العالم شافنا وعارف القيمة ديالنا. المرحلة الجاية هي الألقاب. كأس إفريقيا خاصة تولي هدف واضح، ماشي مجرد أمنية. وإسبانيا عطتنا الوصفة: دافع إلى الأمام، ما تخافش من الكرة، خلي اللاعب الموهوب يخدم داخل المنظومة، وما تبدلش الهوية ديالك ملي تشوف قميص منتخب كبير. ودابا بغيت نعرف الرأي ديالكم، واش المنتخب المغربي جاهز فعلا باش يربح كأس إفريقيا؟ واش حكيمي وبوعدي يقدروا يقودوا المغرب لثاني لقب إفريقي كبير في هذا الجيل؟